اللهم اجعله خير. اتفاجئنا بان الرابطه، الناس صلت الفجر، صلينا الفجر بتاع، طلعنا بنفتح التليفون بالصدفه لقينا يا معلم اعلان الدور الثاني او مباراه الفصل، المباراه الاخيره اللي هتحدد مين هيكون بطل الدوري المصري. فاتفاجئنا الاهلي والزمالك في اول مباراه، ولسه خلاص يعني المباراه خلاص هتكون يوم الثلاث الجاي ان شاء الله الساعه 9:30. فقلنا هم الناس مالها مستعجله، وازاي اصلا في الوقت ده الناس شغاله؟ يا معلم انت بستنى تاني يوم وورينا يا معلم، حتى اعمل مؤتمر كده لمده ساعه بالكتير عادي، ده شغل. وورينا يا معلم القرعه بتتعمل ازاي. وبعد كده اتفاجئنا ان القرعه اتعملت ذكاء اصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي عمل القرعه، وهو اللي خلى الاهلي والزمالك دي ترتيبهم في المباريات، ودي مباراه الاهلي ودي مباراه الزمالك ودي مباراه بيراميدز. يا عم مفيش اي مشكله، مش هنشغل نظريه المؤامره دلوقتي. ولكن الموضوع برضو مريب والموضوع غريب، لان في وقت زي كده وترتيب المباريات اللي زي كده، اللي من وجهة نظري انا بعيد بقى عن انتمائي كزمالك، بعيد عن انتمائي خالص، ولكن انا شايف ان الترتيب المباريات سواء للاهلي او للزمالك او لبيراميدز، هتلاقي ان اكتر فريق هيبقى مخدوم في من الثلاثه دول اللي يعتبر بينافسوا على اللقب، بعيد عن الزمالك برضو. ان يا عم بالنسبه لاهلي وبيراميدز بما انهم هم اللي بينافسوا على اللقب، ولكن اكتر فريق هيكون عاجبه قوي اللقطه ديت هي تبقى مباراه او هيبقى فريق بيراميدز. لان انت بتتكلم اهلي وزمالك الاثنين هيلعبوا بعض، والمباراه الثانيه هتكون الاهلي وبيراميدز اللي هتكون بعد العيد ان شاء الله. ولكن اهلي وزمالك الاثنين يخبطوا في بعض، ممكن الزمالك يعملها يوقع الاهلي بتعادل مثلا، نكسب يا معلم فنقرب احنا من الاهلي وتكون منافسه على المركز الثاني قويه، فتخلي بيراميدز يكون عندها اللي هي تلعب تاني يوم برضو مباراة. فانت ليه برضو بتخلي بيراميدز دايما تلعب هي اللي بعد الاهلي، او بعد الاهلي والزمالك؟ ليه بتخليه هو يلعب بعد الاهلي؟ فدي برضو نقطة مريبة ونقطة غريبة، بتخليه يعرف ان الفريق اللي بينافسه خلاص كسب، اتعادل، كسب، خسر، فهو عارف النتيجة اللي هينزل يعمل بها ايه. فدي برضو نقطة مريبة. ولكن آه مواجهات غريبه برضو، تتكلم اهلي وزمالك فالاتنين يخبطوا في بعض، بيراميدز مستريح، الماتش اللي بعده هيبقى بيراميدز، فانت خليت كمان مباراه الاهلي والزمالك لعيبه الاهلي تبقى خايف على نفسها من الانذارات والطرد، مع جمهور هيبقى موجود، فانت طبيعي عارف ان في مشاحنات وفي شتايم وفي كل الكلام ده كله. فانت تحس ان انت بتتلكك للاهلي على كل حاجه، بتتلكك على لعيبه ممكن تاخد انذارات، ممكن ايقافات بطرد، مش عارف ايه، جهاز فني ممكن يحصل اي لقطه، لان المباراه هتبقى مليانه شحونات قويه جدا. لسه مخلصين مباراه ديربي من قريب وشفنا شتايم وشفنا وايقافات جمهور، فممكن كمان جمهور الاهلي يتعصب او يستفز فيحصل شتايم فيحصل هجوم، فهم كمان يتوقفوا، فانت كده بتخدم بيراميدز، لان بيراميدز اصلا دايما بيبقى مش عاوز الاهلي ما يواجهه ويبقى فيه جمهور. فانا شايف الحقيقه كل العبث اللي احنا شفناه الساعات الاخيره دي رايحه لصالح بيراميدز. فلما تلاقي حد من جمهور الاهلي بيقول ان الدوري موجه لبيراميدز، تكتم بقك وتسمع الراجل وتسكت، لان بصراحه الوضع مريب وغريب جدا، وكفايه بقى غرابه لحد كده.